السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بصحة والهنا وراحة البال يا ربي. بعد غياب طويل صراحة الله ما بقيتش كنلوح في القناة هذه اكثر من عام ولا عامين، ما بقيتش كننزل حتى شي حاجة لان والله البنات صراحة ما بقاتش عندي الرغبة ولا شي حافز انني نبقى ننزل فيديوهات، خصوصا كتضربي عليهم تماره لان هذا محتوى صعيب بزاف، وفي الاخر ما كتلقايش هذاك الاقبال ولا المشاهده، ف يعني كتملي ولا كينقص عندك هذاك التحفيز. لذلك ما بقاتش عندي الرغبه صراحه، لان الهدف اللي كنت دايره ليه القناه ما بقاش، صافي تراجعت. بالحق واخا هكذا هاد القناه ربيت عليها الكبده بزاف صراحه، ودابا توصلت باللي اليوتيوب قال لي عندك شهر يا اما تنزلي شي فيديو ولا غادي نسدوا القناه. وانايا ما بغيتش الصراحه تسد، واخا ما كنربح مازال فيها حتى شي حاجه، بالحق ما بغيتهاش تسد لان كان فيها فيديوهات اللي عندي يعني اللي هما ذكرى زوينه بالنسبه ليا، وكان عندي فيهم فيديوهات مازال الوالد كان عايش، ويعني ملي كنشوفهم كنعرف هذاك الفيديو فوقاش تصور، شكون اللي كان جالس معايا وشكون اللي كان معايا. فهذيك غير على قبل هذوك الذكريات ما بغيتش انها تمشي غير هكذاك، وهي راه مجهود ديال تقريبا من 2019 وهي عندي، يعني راه كنت فيها واحد التجربه زوينه صراحه وخايبه نوعا ما، لان ما طلعاتش كما خصها تطلع، رغم انني ضربت عليها مجهود بزاف ومحتوى زوين ومحتوى نقي، ولكن للاسف حنايا في اليوتيوب المغربي ما بقاوش باغيين المحتوى الزوين، وانما باغيين غير يعني باغيين غير الشهرة والبوز والمعاطيه، يعني طلع دابا واحد المحتوى في اليوتيوب المغربي اللي هو صراحه الله خايب بزاف. اما هذا المحتوى ديال الطبع فراه ميت ليه الحوت بمعنى الكلمه، ولكن كما قلت لكم رغم ذلك ما بغيتش انها واخا ما غنستافدش منها حتى شي حاجه وما غاديش نربح مازال منها حتى شي حاجه، بالحق ما بغيتش انها تسد يعني نهائيا. لذلك قررت نحط هذا الفيديو هذا، وهذا الفيديو تقريبا صورته هذه عامين ملي مازال كان الوالد حي، واختاريت انني ننزله. المهم وغنشارك معكم هذه الوصفه اللي هي وصفه تقليديه كتشتهر بزاف بها منطقه سوس. هذا الخبز سميتو تونيرت، يعني خبز امازيغي بامتياز. المهم كما كتشوفوا الوالده هنايا راه دارت دقيق اي نوع دقيق بغيتو، هنايا دارت خلطات بين دقيق الزرع والفورس مع شويه الملحه والخميره، وعجنات بهذه الطريقه اللي نتوما تابعتوا معايا في الفيديو. صافي كتخليها حتى كتخمر، العجينه ديالو كتكون جاريه بحال ديال السفنج. ملي كيخمر كتشعل الحطب، هذا هو البلاصه فين كطيب هاد التونيرت، هذا هو تونيرت البلاصه فين كطيب. كما كتشوفوا كدير الحطب حتى كيشعل وحتى كيتحرق كامل، تيولي غير هذاك، لانها كطيب غير في داك الفخر ديال هذا الحطب هذا. ما خصش ملي غتبقى دير الوالده العجينه ما خصش انها تكون العافيه مجهده. فانتم تابعوا الفيديو وراه كلشي موضح في الفيديو، غير بغيت نهضر معكم شويه لان صراحه الله توحش انني نهضر هكذا في القناه ولا في شي فيديو. كما قلت لكم واخا ما بقاتش عندي الرغبه انني ننزل فيديوهات ولا انني نصور، لان محتوى كما قلت لكم متعب بزاف وفيه مصاريف بزاف وفيه الخدمه بزاف. فاش كنت كنربح شويه في القناه فراه كان فيا شويه الجهد، ولكن من بعد صافي يعني خليت القناه انها تطيح بزاف وانها تموت بزاف، فلذلك ما بقاتش عندي ديك الرغبه. المهم كما شفتوا من بعد ما تحرق هذاك الحطب كامل تيولي الفخره بحال هكذا، وكتغطيه الوالده حتى كتمسح هذاك ديك البلاصه ديال التونيرت، حنا تنقولوا لها في الشلحه تاكات، حتى كتمسحها مزيان. عاد كتبقى تحط العجينه. كما قلت لكم العجينه ضروري كدوز يديها في الماء باش تهزها، لانها رطبه بزاف بحال العجينه ديال السفنج، وكتبقى تلصقها مع هذوك الجناب. راه ما غاديش طيح البنات لحقاش هذيك هاد البلاصه فين كتحطها اللي سميتها تاكات، هاد البلاصه سخونه، يعني بما انها سخونه فراه ما غاديش طيح العجينه بطبيعه الحال.
صافي كديرها على هاد الطريقه هذه، كتخليها حتى كطيب من هذيك الجهه، ولا طابت راه صافي كتطلق هاد التاكات هذه ولا ما عرفتش كي غنسميها، كتطلق لهذيك العجينه. المهم ما تديوش عليا، راه والله العظيم الا راه اش غنقول لكم، راه حتى انني مازال ندير تسجيل صوتي ما بقيتش عاقله عليه. جاني كلشي غريب. تصور انك تنقط على شي حاجه عامين ومن بعد ترجع ليها، راه صراحه الله غير صبروا معايا وصافي. وقبلوا عليا كما كان الفيديو، قبلوا عليه. صافي قلت لكم ملي كطيب راه كتبدا تطلق لهاد الخبزه هذه، صافي كتحطها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، كتخليها حتى كطيب صراحه الله على خاطرها، وكيجي واحد الخبز زوين بزاف ومذاقو بنين بزاف، ما تصوروش المذاق شحال بنين، خصوصا الا كان مازال سخون حيت كيكون مقارمل وكتاكلوا غير مع الزيت. والله العظيم الا واحد البنه ما نعاودش لكم البنات، لان كتكون فيه ديك الريحه ديال العواد وديال الفاخر، يعني تيطيب بالقياس، يعني تيطيب شويه بشويه، والحاجه اللي كطيب بالخاطر كتجي بنينه بزاف صراحه الله. وكما قلت لكم خصوصا الا تكالو هو مازال سخون وهو مازال مقرمل هكذا يعني، اما حتى الى جلس صافي راه كيرطاب، كترجع مع داك الرطوبيه صافي تيولي زوين، ولكن ماشي بحال اللي يلاه طاب. ايوا هذا ما كان. المهم سمحوا لي بزاف وقبلوا عليا. هذا هو الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله. انا راه كما قلت لكم الهدف من هذا الفيديو فقط ما تسدش القناه ونقول لي تبرا انا راه كاينه راه واجده، لحقاش عاطيني انذار انا خاص لمده شهر ننزلوا، ولا انهم غادي يحيدوا لي عليها، يعني يسدوها، وانا ما بغيتهاش كما قلت لكم تسد عفوا، لان فيها فيديوهات والله العظيم الا صراحه الله عندي ذكريات معاهم. كما قلت لكم دابا نتوما ملي كتفرجوا في شي فيديو كيبان لكم فيديو عادي، فيديو ديال الطبخ ديال شي وصفه عاديه كاين بحالها في اليوتيوب، وممكن كاينين ما احسن منها في اليوتيوب، ولكن بالنسبه لي انا لا، هو واحد ذكرى زوينه. كنتفكر دوك الناس اللي كانوا معايا، خصوصا دوك الناس اللي ما بقاوش في حياتي، يعني ما بقاوش كاينين معايا في هذا الوجود، اللي كنتمنى لهم الرحمه. اولهم الوالد الله يرحمه، جد الله يرحمها، يعني دوك الناس العزاز بزاف. يعني كنتفكر داك الفيديو راه كانوا معايا، حضروا معايا، كلاو معايا، ف عندي مع واحد العلاقه خاصه مع هاد الفيديوهات اللي في هاد القناه، وحتى انا ضربت عليهم مجهود كبير بزاف. ربما نتوما كتبان لكم 8 دقائق حتى 10 دقائق كاع، الا طولت انا ما كنطولش بزاف في الفيديوهات، نوصلها كاع على 14 دقيقه، كتبان لكم غير 14 دقيقه، ولكن راه كاين موراها واحد المجهود كبير واحد التعب كبير. ما غيحس بيا الا اللي كيدير هذا النوع ديال هذا المحتوى هذا، يعني المحتوى الطبخ، وفيه مصاريف وفيه بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله حتى ما نكروش الخير، كلينا فيها شويه. المهم الحمد لله داكشي اللي تيسر، ماشي شي فلوس ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله احسن من والو. كما قلت لكم واخا انا ما طلعتش المشاهده بزاف، لان للاسف كلنا كنعرفوا بلي اليوتيوب بصفه عامه، ولكن خصوصا اليوتيوب المغربي اللي طالع فيه دابا النوع ديال الفيديوهات اللي طالعه فيه هما الفيديوهات ديال المعاطيه، ديال السب، وديال شد لي نقطع عليك، وديال الشوهه، وديال فضحني نفضحك. يعني الا ما كانش هذا المحتوى راه صعيب فاش تلقى شي صانع محتوى راه طالع، الا دوك الناس القدام، يعني دوك الناس اللي اصلا دايرين بلاصتهم. حنايا جينا في واحد الوقيته شويه كانت الدنيا صافي عمرات ايوا صافي. هذا ما كان في هذا الفيديو. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.